السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله هنعمل بقى المحشي الورق العنب. طبعا ما شاء الله هو الورق العنب خلاص نزل، وكمان المحشي بقى ده معروف من اكلات رمضان والاكلات المصرية بتاعتنا الجميلة اللي بجد ما نقدرش نستغنى عنها. تحفة جدا وطعمه روعة، يعني انا ما تخيلش اي حد مش بياكل محشي بصراحة. اي حد يكون مصري لازم يكون بياكل محشي. فالمحشي الورق العنب فعلا حلو. اول حاجه معانا ورق العنب. انا كان هنا عندي نص كيلو ورق عنب. حطيته في طبق كبير وفضلت اشطف فيه الميه كتير جدا، وكمان تحطي عليه شويه خل كده، وبعدين تكوني حاطه ميه على البوتاجاز بتغلي، وتنزلي عليها بشويه زيت صغيرين عشان اللمعه بتاع ورق العنب، وتبتدي بقى تنزلي بيه ورق العنب. اللي هو خلاص اصلا مغسول كويس جدا. انا ليه يعني مش شايله منه العنق بتاعته عشان ما يتكعبلش قوي. انا كنا زمان يعني امهاتنا واجدادنا يفضلوا بقى يمسكوا ورق العنب ويشيلوا العنق اللي فيه، ويبتدوا بقى ايه يرصوه واحده فوق واحده فوق واحده، وبياخدوا منهم وقت كتير جدا. طب احنا بقى بنعمل ورق العنب كده بعنقه، وبعد كده وبعد ما يتسلق واحنا بنمسك الورقايه يعني بنشيل العنق منها على طول. وكمان عشان يديله مزازة ويفضل ايه، طبعا هو عشان جديد ففي لسه مش مزز قوي. يديله طبعا ايه الطعم المزازة الحلو ده اللي احنا كلنا بنحب الورق العنب يكون مزز كده وطعمه جميل. طبعا انتوا شايفين مجرد ما نزل ورق العنب في المية فخلاص بدأ ايه لونه، بدل ما هو اللون الاخضر بدأ لونه يصفر. وطبعا عشان هو ورق لسه جديد وورق اللي هو النباتي الجميل ده الناعم، مش هنسيبه شوية كتير على النار، لا يا دوبك 3 دقايق وهنطلعه. زي ما انتوا شايفين بقلبه على الناحية التانية، وبقلبه قلبتين كده وبسيبه شوية صغيرين، يعني 3 دقايق زي ما انتوا ما شايفين. غلى كده هو شوية، فخلاص انا كده ايه تمام. انا مش هستنى عليه اكتر من كده عشان ما يتقطعش. لكن الورقة لما تكون خلاص الورق العنب كده يكون خشن وورقته بدأت تتخن، لا لازم يستنى شوية عليه عشان بيكون ايه عنقه بقى ايه نشفت وخشنت كده تمام. بس كده احنا مش محتاجين اكتر من كده. خلاص هنطلعه في مصفى ونسيبه بقى يتصفى شوية. طبعا عايزة اقول لكم هو حلو قوي وناعم، الورقة جميلة اصلا. وانا كنت مخرطة بصل بقى توصوا بالبصل المحشي، يعني بصل كتير، يعني ما شاء الله يديله تسكيرة حلوة وطعم حلو، ورشة رشة ملح ابيض كده عشان البصلة ما تطننش وتدي ريحة مش حلوة. وسبته بقى تستوي، وعلى ما يستوي جبت الكبة بتاعتي ومسكت فيها طماطم. بصوا هقول لكم على حاجة، النص كيلو ورق عنب بياخد كيلو رز وكيلو طماطم. لكل كيلو رز كيلو طماطم تمام. ورق العنب مش بيحتاج طماطم كتير. ورق العنب احسن حاجة فيه ان انتي تاكلي صباع الورق العنب كده وهو ايه مزز، وطعمه حلو ومسكر وطعمه جميل تمام. بنضف الطماطم بتاعتي وبحطها في الكبة. طبعا ممكن تعمليها في الخلاط، بس الكبة اسرع لك. ليه؟ لان انت مش بتضيفي ميه في الكبه تمام، لكن الخلاط بتضيفي شويه ميه عشان بس ايه يبتدي الخلاط يضرب معاكي. وانا كمان عندي 3 قرون كده فلفل احمر. انا دايما بشيل الفلفل الاحمر في الفريزر، بستخدمه بقى في المحشيات وبستخدمه في المكرونه. بجد بيبقى حلو قوي. ببتدي اخرطه برضو عشان اضيفه مع المحشي. منه هيدي سنه شطه صغيره، وكمان اصلا الفلفل ده هو اصلا كمان فيه تسكيرة كده حلوة. وهبتدي بقى اضرب الطماطم من الفلفل بتاعي، وبعدين بقى ايه هيكون مجهزاه البصلة كده على البوتاجاز، وببتدي اقلبها من وقت للتاني. كل ده وانا شغالة يعني ما بكملش حاجة. ما شاء الله باخد كل حاجة بسرعة بسرعة كده. زي ما انتوا شايفين بدأ ايه من جناب كده ياخد لون اصفر، بس احنا هنستنى عليه شوية عشان يدينا اللون المطلوب. لان بصراحة لو غمقتي البصلة هتديكي طعم، ولو سبتيها نية في نية تديكي طعم، ولو خليتيها لونها اصفر بتدي بقى تسكيرة بصراحة حلوة قوي للمحشي. وكمان يعني هيكون المحشي طعمه حلو تمام. طبعا انا هنا متوصيه بالزيت. انا طبعا بس استخدمت زيت عادي. لو انت حابه تستخدمي سمنه براحتك. لو انت عامله بتحبي ورق العنب بالدهن الضاني مع الزيت براحتك خالص. اللي انت حباه بقى ده يرجع لك انت تمام.
طبعًا خلاص كده أنا ابتديت بقى أقلِّب فيه كده زي ما أنتم شايفين لونه بدأ يدخل على الصفارة أهو، فكده إيه تمام كده بالنسبة لي. حبايبي ما تنسوش تعملوا اللايك بتاعكم. طبعًا لو أنتم أول مرّة تشرفوني وتشوفي قناتي يا ريت ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس للكل عشان إيه يوصل لكم أي حاجة أو إشعار بأي حاجة بانزّلها جديد. وكمان عشان إيه تكبروا كده لقناتي وتشرفوني وتنوروني وتبقى أحلى جمهور جمهوري بقى حبايبي. ربنا يخليكم ليّا ما تحرمش منكم أبدًا، ولكل اللي بيشاركني وبيدعمني وكل اللي بيشوف قناتي شكرًا جدًا ليكم. نزّلت الطماطم بتاعتي وطبعًا سِبتها تتسبِّك، ومسكت بقى الخضرة اللي هي عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، غسلتها كويس جدًا في بولة كبيرة برضه، ونزّلت عليها شوية خل، فضلت أكُب المَيّة وأغيّرها تاني لحد ما اتأكدت كويس جدًا إن الخضرة نضفت معايا، وابتديت بقى في مصفى حطيتها وخرّطتها زي ما أنتم شايفين في صينية كبيرة بالسكينة، حابة تعملي بالمقص اعملي، بالسكينة زي ما أنتِ شايفة أنا باعمل كده بالسكينة، اعملي زي ما أنتِ ما حابة، بس أهم حاجة برضه شوية الخضرة كده يبقى إيه حلوين، يعني يناسبوا الكمية اللي أنتِ بتحطيها. تمام، كده خلاص الطماطم اتسبكت معايا، تعرفي إزاي إن هي اتسبكت، بدأ الزيت كده أو السمنة اللي أنتِ حاطاها يطلع على الوش زي ما أنتِ شايفة، وخلاص كده يبقى تمام. أهم حاجة ما تكونش الطماطم تبقى شايطة منِّك أو لازقة عشان ما تديكيش طعم مش كويس. نزلت بالكمون ونزلت برشة فلفل أسود صغيرة، وهانزل بقى بالملح بتاعي، ده إيه التوابل بتاعتي لو أنتِ عندِك كزبرة ناشفة حطي بتبقى حلوة في المحاشي. أنا كده طبعًا إيه، سِنّة شطة صغيّرين لو أنتِ حابة، تمام. أنا قلّبت كده التوابل بتاعتي مع الطماطم والتسبيكة بتاعتي والبصل. طبعًا ما شاء الله ريحتها كانت جميلة جدًا وطعمها مسكّر حلو أوي، والشطة بتاعتها مضبوطة، يعني ولا تكتّري أوي ولا تخلّي الحاجة برضه إيه ما فيهاش شطة كده، بصراحة الشطة دي بتدّي طعم حلو لأي حاجة محشي. نزلت بالخضرة بعد ما كنت طفيت، هاقول لكم ليه. عشان وأنتِ حاطة حلة المحشي كده الناس يبقوا ماشيين كده الله في ريحة محشي، والله العظيم بتفرق جدًا، يعني أنتِ اطفي خلاص على التسبيكة وخلاص نزّلي بقى الخضرة وقلّبيها عشان تفضل إيه، لسه زي ما هي، ما تكونش خلاص دبلت خالص ويعني تكون خلاص ريحتها راحت بقى فيها منها تمام، لأ إحنا عايزينها إيه تحتفظ بريحتها وكل حاجة وطعمها وكمان القيمة الغذائية بتاعتها. لإن إحنا كمان ما كناش خرّطناه وغسلناه لأ، الأحسن والأصح إن أنتِ تغسلي الخضرة وبعدين تخرّطيها. جِبت إيه، كيلو رُز، لإن إحنا عارفين إن نُص كيلو الورق العنب بياخد كيلو رُز، ده بالتقريب، تمام؟ نزلت عليه بالخلطة بتاعتي وقلّبت كده اللي فوق واللي تحت لحد ما كل الرز اندمج مع الخلطة بتاعتي، بس بصراحة خلطة تحفة، وطبعًا تذوقي كده تشوفي الملح مضبوط والّا محتاج شوية، والّا تضبّطيه بقى إيه معيار الملح بتاعِك، وخلاص كده يكون الخلطة بتاعتي جاهزة معايا. كمان عايزة أقول لكم على حاجة، لو أنتم حابين تحطوا نعناع ناشف تمام، يعني بيبقى حلو برضه كمان في المحشي، ودي طريقتي وأنا بالِف المحشي على إيدي زي ما أنتم شايفين. هاورّيكم بقى باعمل إيه. أول حاجة بافتح الورقاية زي ما أنتم شايفين باشيل العلق منها، بافردها على إيدي الشمال، وبامسك شوية رُز وبابتدي أعمل من الجناب وبالِف زي ما أنتم شايفين كده، بابرمها أهو، الصباع بيكون بالشكل ده. هاورّيكم كمان واحدة تانية بتشيلي العلق، يعني بقى الطريقة دي سهلة، واللي هو بتعملي حاجتِك في نفس الوقت، مش هنقعد بقى إيه، زمان كانوا يمسكوا الورقة ويفضلوا زي ما قُلت لكم يشيلوا العنق منها، وتاني يوم بقى يعملوا المحشي وكان بيبقى موال، عشان يعملوا محشي يقعدوا يومين يشتغلوا في المحشي عشان ياكلوا غدا، بيكون بالشكل ده. بس بصراحة كان أحسن وقت كنا كلنا بنقعد نلِف مع بعضينا ونضبّط الدنيا، والأكل بيبقى طعمه حلو بجد والله باللمّة والقعدة الحلوة ما شاء الله بيكون كل حاجة حلوة. زي ما أنتم شايفين الورقة أهي جميلة وناعمة في إيدي. طبعًا بتمسكي الورقة بتحطيها الرز نفسه على الناحية الخشنة مش الناعمة، تمام، الصباع ما شاء الله ماسك نفسه وحلو ومضبوط زي الفل. هاورّيكم كمان آخر واحد وكمان هاورّيكم طريقتي بقى لو أنا هالِف دلوقتي على مثلًا طبق أو على الطبلية أو كده إيه، مش هتقدري تقفي بقى وأنتِ واقفة في المطبخ، طبعًا أنا بصراحة ب
يعني واقفة كده بالِف شوية عشان إيه، أصوّر، لكن أنا في الآخر هاخد الخلطة دي وهاقعد بقى كده في الصالة أو لو عندِك المطبخ بتاعِك كبير اعملي، بس أنا بصراحة باعمل كده إيه، شوية وأنا واقفة كده قدّامكم عشان أنا باصوّر، وبعد كده باقعد بقى. المحشي ما شاء الله بيحتاج بقى قعدة كتير عشان تلفّي الكمية اللي أنتِ عايزاها وتعملي الحلة بتاعتِك. أنا ضِفت الرز زي ما أنتم شايفين وقفّلت كده من فوق ومن الجناب وقفّلت كده برمتها زي السجادة، زي ما بتبرمي بقى السجادة، وخلّصت مثلًا شوية من الكمية بتاعتي. أنا طبعًا مش مخلّصة كل الورق مش مخلّصاه، أنا ضِفت في الحلة من تحت العنق بتاع الورق العنب. هاقول لكم ليه، لإن الورق العنب العنق بتاعه فيه مزازة، وفي نفس الوقت عشان ما يلزقش منا بيبقى في فاصل كده. لو أنتِ مش عايزة تضيفي العنق ما تضيفيهاش، ممكن تحطي طماطم أو بصل أو جزر. وكمان شايفين حطيت إيه، حطيت توم. التوم حلو أوي، بيدّي طعم حلو أوي وكمان بيتاكل وبيدّي ريحة حلوة، جرّبوا الطريقة دي. بتبقى حلوة وجميلة. طبعًا رُصّي زي ما أنتِ ما عايزة الصينية، أهم حاجة رُصّيها بإحكام وضبّطي كده زي ما أنتِ ما شايفة، رُصّي الصوابع جنب بعضيها، هتضبّطي الدنيا عشان المحشي بتاعِك ما يفكفكش. بصراحة أنا لمّا عملته ما فكفكش خالص، لإن إحنا كمان لمّا بنحط الحلة وبنحط عليها الشوربة على النار، بنغطّيها بطبق stainless من فوق. أنا طبعًا هاعمل كمان عليها فلفل من فوق، بيدّي له ريحة حلوة أوي. بصراحة المحشي مع الفلفل بيبقى حلو أوي بصراحة، يعني طعم جميل وكُلّه كده إيه، يعني كوكتيل على بعضيه حلو. هابتدي بقى أنزّل الشوربة بتاعتي. أنا طبعًا كنت عاملة جنبيها لحمة وعملت جنبيهم كمان شوية ملوخية. بيبقى كده إيه، يعني غدا حلو كده. هانزّل الشوربة وهاورّيكم المعيار بتاع الشوربة إزاي، عشان لو أي واحدة مبتدئة مثلًا أو عروسة صغيرة لسه إيه، بتشوف هنعمل إزاي الأكل والّا إزاي المعيار بتاع الشوربة. لأ أنتِ رُصّي زي الفل كده وضبّطي حلّتِك ورُصّي الصباع جنب الصباع وهاورّيكِ. ما تغطّيش الشوربة للآخر، لأ سيبي فاصل كده يكون مثلًا إيه، شايفة الشوربة بس مش مالياها لآخرها، عشان برضه مش بيحتاج أوي شوربة كتير، زي ما أنتم شايفين. بُصّوا، يعني أنا بانزّل كده المحشي زي ما أنتم شايفين، الشوربة باينة أهي، ويعني مش مغطّياها للآخر. بعد ما خلّصت وغطّيت الحلة واستوت معانا المحشي زي ما أنتم شايفين، نزلت بقى بالإيه، بالورق العنب ما شاء الله جميل جدًا، وريحته مفحفحة كده، جايب آخر الدنيا. عايزة أقول لكم المحشي ده يتاكل بصراحة وحديه، الله أكبر عليه، طعم تحفة جدًا ومميز وجميل ما شاء الله. يعني عايزة أقول لكم يعني ما اتبقاش منه كمان صباع واحد. يعني الله أكبر عليه، طعم تحفة أوي. إيه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بجد، بجد مش يستاهل 100 لايك؟ يالّا اعملوا بقى كل واحد يعمل بقى بيشوفني كده ما ينساش يعمل لايك، وأنتم بتشوفوا كده اعملوا اللايك، والله مش هتخسروا حاجة. أنتم كده اتفرجتوا على الفيديو فمش هتخسروا حاجة لو دوستوا ضغطة لايك كده. لو أنتِ مش مشتركة في القناة اشتركي في القناة عشان بتشرفيني جدًا بقناتِك باشتراكِك ليّا للقناة، وعشان كمان أعمل لكم أكتر وأكتر وأنزّل لكم فيديوهات كتيرة واللي أنتم عايزينه وتطلبوه منّي واكتبوا في الكومنتات. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بجد والله العظيم الفيديو حلو يستاهل. أشوفكم على ألف خير. مع السلامة يا حبايبي في فيديو جديد.